في قلب المملكة العربية السعودية تتواجد العلا، مدينة تاريخية احتضنتها اليونسكو، تنثر جمالها في وسط الصحراء بين المدينة المنورة وتبوك. تبعد عن المدينة بحوالي 300 كيلومتر. تتميز هذه البقعة بجبالها الرائعة التي تنهض شامخة من بين الرمال الذهبية، تتلألأ بين الخضرة المنعشة والصخور الفاتنة، مما يخلق مزيجا فريدا من الجمال والهدوء. في أحضان هذه الجبال تتناغم لحظات الغروب المذهلة مع ليال هادئة، حيث تتفتح الحدائق الساحرة بين الصخور لتقدم ملاذا للنفس يتجدد فيه السلام والانسجام. يمكنك التمتع بسحر السباحة في بركها البلورية والاستمتاع بمنظر الصخور الغامضة والأشجار الشامخة، كما تجد في العلا أماكن للإقامة جمالها يتناسب وجمال المكان. تجد كل مستلزمات الإقامة في هذه الأماكن المميزة. وتبرز في هذا السياق مدينة العلا القديمة، حيث تستعرض المباني التاريخية الطينية القديمة تفاصيل من حكايا الماضي، مع قراميط الطين الذي يرجع تاريخها للقرن الثالث عشر، مواكبة للزمن بأبهى صوره. في قلب العلا الساحرة يأتينا مطل الحرى ليعبق بجماله الطبيعي الخلاب وروعة مناظره التي تأسر القلوب والعقول. يعتبر مطل الحرى من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، حيث يتيح للزوار رؤية بانورامية مذهلة تمتد على مسافات بعيدة من جبال العلا وأوديتها الخلابة. تاريخيا كانت هذه المنطقة موطنا للعديد من الحضارات القديمة، مما يجعلها مقصدا للمهتمين بالتاريخ والثقافة. أما صخرة الفيل فهي واحدة من الأعمدة الصخرية الشاهقة التي تزين أفق العلا. تتميز بشكلها الذي يشبه الفيل الذي يرتفع بأناقة فوق الأرض، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من جمالية المكان ومعالمه الطبيعية الفريدة. يمكن للزوار أن يتأملوا هذه الصخرة الغريبة ويستمتعوا بتأمل جمالها الطبيعي الرائع الذي يجمع بين الخيال والواقع بطريقة ساحرة. أما صخرة القوس فتتألق هي أيضا بشكلها الأخاذ الذي يشبه قوسا طبيعيا، مما يمنحها مظهرا فريدا وجاذبية استثنائية. تعكس هذه الصخرة التكوينات الجيولوجية الخاصة بالمنطقة، وتعد واحدة من المعالم الطبيعية التي تجعل زيارة العلا تجربة لا تنسى. هكذا تنبض العلا بروح التاريخ والجمال الطبيعي، مع كل صخرة تحمل قصة، فكل نخلة تروي حكاية، مكان يتراقص فيه الزمان بين الماضي العريق والحاضر الجميل. تلك هي العلا.